أهلا بكل مواليد برج العذراء. رمضان مبارك عليكم جميعا. حط لايك واكتب فيه الكومنتات أنوي أن أستقبل الطاقة. يلا بينا كده نشوف طاقتك في الوقت الحالي ومشاعر حبيبك اتجاهك، وضعك عامل ايه الفترة الجاية. بسم الله. طاقة برج العذراء في الوقت الحالي. طاقة برج العذراء في الوقت الحالي. طاقة برج العذراء. طيب، طاقتك يا مولود برج العذراء بتقولي ان انت مركز في شغلك قوي. مادياتك بسم الله ما شاء الله كويسة جدا الفترة دي، مركز في شغلك، مركز في دراستك، مركز في حياتك العملية، منصب على ذاتك قوي، مركز مع نفسك وبس، مش شغلك اي حاجة في العالم الخارجي اللي بره. والغريب في الامر ان الناس مش سايبينك في حالك اطلاقا يا مولود برج العذراء. يعني انا شايفة ان الاشخاص بيحاولوا يعني يشتتوك، يلفتوا انتباهك، يسرقوا وقتك ويسرقوا طاقتك، بس انت مركز على اهدافك ومركز على ذاتك قوي الفترة دي، وده جاذب عليك طاقة عين وطاقة حسد شديدة. شايفة ان انت بتحب حد يا مولود برج العذراء، وبتعيش مشاعر رومانسية في الوقت الحالي. شايفاك مستمتع بمراقبة حد، في حد كده انت عايز تعرف كل تفصيلة تخصه، مركز في حياته قوي يا برج العذراء. وطالما ركزت في حياته قوي كده يبقى انت اكيد بتحبه. شايفة عندك طاقة، حماس، شغف، ان ثقة في نفسك، حاسس ان انت هتنجح، حاسس ان انت هيجي منك حاجة في المستقبل. شايفاك متفائل قوي باللي جاي. شايفة عندك طاقة رزق وخير كبير قوي ماديا. آه، شايفة بس ان انت عندك يعني اشخاص بيحسدوك، خاصة في بيئة العمل. دول أصدقاء عمل أو أصدقاء دراسة بيحسدوك جدا. ممكن يكونوا من مواليد برج الجدي أو برج القوس أو برج الدلو. تمام. خلينا كده نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك يا مولود برج العذراء. حط لاف يلا. خلينا نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك مولود برج العذراء. مشاعر حبيبك اتجاهك في الوقت الحالي مولود برج العذراء. مشاعر حبيبك اتجاهك مولود برج العذراء في الوقت الحالي. طيب، أنا شايفة إن مشاعر حبيبك اتجاهك، حبيبك بيحبك، ولكن هو كان بيعمل يعني تصرفات غلط خالص في العلاقة. كان بيحاول إنه يتلاعب بالكلام، يكذب عليك، يخدعك. رغم إن الشخص ده بيحبك حب صادق. مشاعره اتجاهك فعلا حقيقية، وفعلا الشخص ده حبك، وفعلا العلاقة دي كان فيها رابط روحي قوي. ولكن الشخص ده كان معتمد على طيبتك وعلى عطائك وتقديمك في العلاقة، وانت كنت طيب معاه قوي، يعني كنت بتقدم من غير ما تنتظر منه مقابل. فهو اتعود على ده، فما كانش متوقع ان انت محتاج منه حاجة، لحد ما تفاجئ ان انت بتقوله ستوب، يعني كفاية كده. فاتفاجئ بالانفصال اللي حصل، وما كانش يعرف ان التلاعب اللي عمله في طريقة كلامه وفي اسلوبه هو ده اللي هيكون سبب في انفصالكم. شايفة حبيبك متحكم بزيادة عن اللزوم. عنده عدم اتزان في طاقة الذكورة. فده اللي مخليه ان هو بيتصرف تصرفات فيها تحكم وسيطرة شديدة، فيها فرض رأي، فيها يعني ايجو مرتفع. الشخص ده بيحاول يعني يتحكم فيك، عايزك تكون ملكه، وعايزك تكون طول الوقت معاه، طول الوقت مهتم بيه، بس هو ما يقدملكش اي حاجة. شايفة ان انت من ساعة ممكن ما انفصلت عنه، شايفة ان الشخص ده حياته اتغيرت رأسا على عقب. الشخص ده بيشوفك ان انت حد متدين قوي، وحد قريب من ربنا جدا، حد طيب، حد كريم، حد محبوب من كل اللي حواليك. شايفك حد يعني مبتبخلش على اي حد بمعلومة، بتحب تساعد. شايفك برضو إنسان ذكي جدا. شايفك يعني مؤثر بالكلام، وعندك طريقة في الكلام فيها تأثير كده، وذكي تقدر تقنع أي حد بأي حاجة. شايف إن أنت مش سهل إن يضحك عليك. شايف إن علاقته بيه كانت تحسسه بالأمان، بالاستقرار، بالسعادة. كان مبسوط جدا في العلاقة دي. طيب خلينا نشوف المنفصلين، هل في رجوع؟
لو انتوا متزوجين وواقفين على طلاق، انا شايفة ان حبيبك يعني بيعمل كده عشان يحس برجولته مش اكتر ولا اقل. ويعني مفيش طلاق بإذن الله، الشخص ده هيرجعك. تمام. دول لو متجوزين واقفين على مشاكل طلاق. اما بقى لو يعني بتحبوا بعض ولسه مفيش يعني زواج، الشخص ده هيفاجئك بقراره بخصوص ارتباطكم أو مستقبل العلاقة. في حاجة يعني، أو في قرار هياخده عموما في شهر 4 يخص مستقبل العلاقة أو ترسيم العلاقة بشكل يعني إيه رسمي. طيب بالنسبة للعزاب، أنا شايفة إن العزاب يعني مش مستعدين لمفاجآت جديدة، مش مستعدين لدخول حد في حياتهم. لكن أنا شايفة إن عندك حد هيدخل حياتك عن طريق الأهل أو العيلة، ممكن في فرح أو عزومة عائلية. يعني الشخص ده هتعرفه بطريقة تقليدية وفي مكان فيه تجمع عائلي يعني كبير، احتفال أو ممكن حفلة زواج أو حاجة. الشخص ده يعني هيكون ممكن برضه يكون مائي، هيكون بيحبك جدا وهيحصل ما بينكم خطوبة أو زواج. بس الموضوع هيكون في البداية تقليدي، يعني طريقة المعرفة أو في مكان تقليدي. البعض ممكن تتقابلوا في مسجد أو بعد الصلاة، ممكن بعد الخروج من الصلاة. ففي يعني فرصة حلوة للعزاب إن هم يرتبطوا بحد كويس يكونوا بيدوروا عليه. بس انت ممكن يا برج العذراء مش مهتم أصلا، يعني العزاب مواليد برج العذراء مش مهتمين أصلا بموضوع المادية، بموضوع الارتباط. يعني تفكيره كله مادي، فلوس، عمل، اشغل دماغي، مش بفكر في الارتباط دلوقتي. فخلي بالك ان انت يعني ما عندكش توازن في الحتة دي يا برج العذراء. شايفة عندك أسرار هتتكشف لك في تجمع عائلي أو احتفال أسري، في أسرار هتتكشف لك يا مولود برج العذراء، خلي بالك. تمام. ايه تاني القادم لبرج العذراء في الصحة والعمل؟ القادم مهنيا لمولود برج العذراء. شايفاكي مولود برج العذراء يعني حواليك أشخاص بيقعدوا يشتكوا من فقرهم، بيشتكوا من احتياجهم للماديات. وانت بطبعك ان انت حد يعني ايه طيب جدا، بتحب تساعد. ففي اشخاص هتيجي تطلب منك فلوس او تطلب ان انت تساعدهم في فلوس، او تطلب منك انه تديهم فلوس لانه شايفين ان انت عندك فلوس كتير وعندك خير كتير وهم لا. فانا شايفة ان انت ما تديش فلوس للشخص اللي جاي يطلب منك فلوس ده، لان الشخص ده يعني مستكتر عليك النعمة اللي انت فيها، وممكن ياخد منك الفلوس دي وما يعرفش يرجعها لان وضعه المادي مش احسن حاجة. فبلاش تسلف حد الفترة دي يا مولود برج. اما بخصوص وضعك المادي، فانا شايفة ان عندك تحسن، يعني حظ كبير في الماديات، تحقيق أمنية مالية كبيرة، مبلغ ضخم في حدود 10، ممكن يكون 10 آلاف، 10 مليون، على حسب بقى كل واحد فيكم مداخله. بس شايفة رقم في حدود رقم 10، رقم مالي كبير قوي. شايفة يعني في بداية مالية جديدة للأشخاص اللي بتبحث عن وظيفة، في بداية الوظيفة في شهر 5 بإذن الله. طيب بالنسبة اللي بيدرس وكده، عندك نجاح وتوفيق في الدراسة، بس محتاج ان انت يعني تكون واخد الامور بشكل جد، محتاج تبطل استهتار وعدم اهتمام وما تضيعش الوقت. بس عندك عموما نجاح وتوفيق في الدراسة. اما بخصوص الصحة، فانا شايفة ان انت محتاج تبطل توتر وتفكير كتير، لان انت بتفكر في اشخاص خذلوك كتير، وده عامل لك ارق وعامل لك ضغط في اعصابك ومخلي اعصابك مشدودة طول الوقت. فانت محتاج ان انت يعني ايه ريلاكس، تخرج في مكان هادي في الطبيعة بحيث ان انت تخرج طاقة الغضب، تبطل تفكر في الاشخاص اللي بيزعجوك. اما بخصوص السفر، شايفاك يعني في الوقت الحالي السفر هيجي بس هيكون متأخر شوية، يعني ممكن في شهر 4 بإذن الله في فرصة حلوة للسفر اللي بيبحثوا عن سفر. شايفة ان انت مش راضي في الوقت الحالي عن وضعك يا برج العذراء، بس في خير متشلك كتير خلال 4 أسابيع بإذن الله هتشوفه، وهتعرف ان حصيدة أو نتائج أفعالك هتحصدها قريب. ما تملش وما تيأسش، اللي انت عملته ما ضاعش،
ومجهودك هتشوفه ما تقلقش.